الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة في الله، تكلمنا قبل ذلك عن مكانة الصلاة في الإسلام، وأنها عمود الدين، وأنها الركن الأعظم بعد الشهادتين، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي قرة عين الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي آخر وصية وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة، فقال: الصلاة وما ملكت أيمانكم. أيها الأحبة في الله، سنعيش اليوم إن شاء الله وحده وبعون من الله وحده عن مكانة الزكاة في الإسلام، وفضل الزكاة في الإسلام، ودور الإسلام في منع الفقر، وفي منع الشح والبخل والحقد والحسد. أيها الأحبة في الله، إن الله سبحانه وتعالى فرض الزكاة على أمة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد قرنت الزكاة بالصلاة في أكثر من 80 آية من كتاب الله، أكثر من 80 آية، وقد قرنت الزكاة بالصلاة، وذلك لأهمية الزكاة. الزكاة عبادة مالية، والصلاة عبادة بدنية، والحج جمع بين العبادة المالية والعبادة البدنية. فإن الإسلام أيها الأحبة في الله راعى حق الفقراء على الأغنياء، وراعى حق الضعفاء على الأقوياء، وراعى حق المديونين على الأغنياء، فجعل الله عز وجل نصيبا لهم في أموال الأغنياء، لأن الله قال: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني هذا المال الذي بيد الأغنياء ليس من كسبهم، ولكنه من عند الله، وفضل من الله سبحانه وتعالى على الأغنياء. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. قرن الله النفقة الزكاة بالصلاة. وقال في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك
الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. بعد الإيمان بالغيب وبعد الصلاة ذكر الله عز وجل الزكاة والنفقة، فقال ومما رزقناهم ينفقون. وقال تعالى مبينا مكانة الزكاة في الإسلام، فقال سبحانه وتعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وبين الله عز وجل أن الصلاح والفلاح لمن يزكي، سبحان الله، فقال تعالى في سورة الأعلى قد أفلح من تزكى، قد أفلح من تزكى. وقال سبحانه وتعالى في سورة الذاريات والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم. وقال في سورة المعارج والذين في أموالهم حق معلوم. أجمع المفسرون على أن الحق المعلوم هو الزكاة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين. وقال تعالى أيضا في سورة الجمعة مبينا مكانة الزكاة وأهمية الزكاة وفضل الزكاة، فأراد بهم الشيطان كيدا ألا يكونوا زكاة ولا يتصدقوا بنفقة من هذه الحديقة التي كان أبوهم يخرج الزكاة في وقتها. أحبتي في الله، ونحن نعلم جميعا خطورة مانع الزكاة. قال الله في كتابه والذين يكنزون الذهب والفضة، يعني اللي بيشتري كيلو ذهب او نص كيلو ذهب ربيعين، احبتي في الله، اذا بلغ نصابا عد عليه 85 جرام عيار 24 يبقى كل سنه يوزن ويطلع ربع العشر، كل 1000 جنيه 25. واذا كان عيار 21 نصابه 97 جرام اكتر من كده كل 1000 جنيه 25 جرام 25 جنيه، لان الله قال والذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. انظروا إلى خطورة مانع الزكاة. وكما ذكرت لكم بأن أبا بكر حارب مانع الزكاة لأنهم بذلك يهدمون ركنا من أركان الإسلام. أحبتي في الله، أقسم الثلاثة أن يبنوا المحصول في وقت الصباح حيث لا يراه لا فقير ولا مسكين ولا أرملة ولا يتيم. جاءهم الشيطان فسول لهم عدم إخراج الزكاة. إن أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون. ناموا على هذه النية الفاسدة، النية الخبيثة، منع الزكاة، منع النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فلما ناموا بهذه النية الفاسدة، ودي جرب اللي ناوي يزكى، ربنا كرمك وعندك الدراسة ورايح إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة تدرس الغلة، إنك تطلع زكاة، ربنا هيبارك لك. بدل ما كنت انت عامل حسابك في 5 أرداب و6 أرداب ممكن تلاقيهم 7 أرداب من حيث لا تدري، لانك نويت نية طيبة، نويت انك تطلع الزكاة. بخلاف اللي كان نايم وناوي انه ما يطلعش الزكاة، يقول لك انا هدي وأرداب من الاولاد 2-3 أرداب والباقي ابيعهم، انا مالي بالفقير. هنا احبتي في الله ممكن الواحد يلاقي العكس والعياذ بالله. كان عامل حسابه 10 أرداب ممكن تقول له 5 أرداب او 6 أرداب، وممكن تبيع 2 أرداب بالثمن ان 2 أرداب متبخروا في علاج الاولاد وهنا ليه؟ بسبب منع الفقراء حقهم، منع الضعفاء حقهم، منع المساكين حقهم.
معهم، لأن المال الذي بأيدينا ليس من كسبنا بل هو من عند الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاه، من مال الله الذي آتاه. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. أحبتي في الله، نام الثلاثة على هذه النية الخبيثة، النية الفاسدة، عدم إخراج الزكاة، عدم الصدقة على الفقراء والمساكين، فكانت العاقبة التي لم يتوقعها أحد. أحبتي في الله، أتدرون ماذا حدث لهذه الأرض الخضراء، هذه الحديقة الجميلة، هذا الزرع الذي أنبته الله، هذه الفاكهة وهذه الثمار وهذا النخيل، أتدرون ماذا حدث لها بالليل؟ أحبتي في الله، أتدرون ماذا حدث؟ قال الله تعالى: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. وهم نائمون، 3 نايمين. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. قال جمع من المفسرين: نزلت عليها من السماء نار فأحرقتها، عشان كانوا ناويين يمنعوا الزكاة. نزلت نار من السماء أحرقتها، جعلتها حطبا، جعلتها هشيما والعياذ بالله تزوره الرياح، فأصبح هشيما تزوره الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. فأصبح الثلاثة أرادوا أن يذهبوا إلى حديقتهم وإلى أرضهم ليجمعوا المحصول ويحصدوا الحصاد، يأكلوا ويلبسوا ويبيعوا بدون إخراج الزكاة. أتدرون ماذا قال الله لهم؟ فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فخرج الثلاثة إلى أرضهم. أحبتي في الله، وإذا بهم أحبتي في الله يجد المفاجأة العظيمة. وجدوا الحديقة التي كانت ممتلئة بالخيرات، بالنخيل المرتفع وبالحدائق المليئة من كل شيء وكل شيء زوجين مما أعطاه الله لهم. وجدوا الحديقة حطبا والعياذ بالله. فقال بعضهم لبعض: إننا ضالون، أخطأنا الطريق، أهذه أرضنا؟ أهذا زرعنا؟ بل نحن أخطأنا الطريق. قال أوسطهم، يعني أعدلهم وأحسنهم، كان بينهم أحد الصالحين من الثلاثة، قال لهم: لا، نريد أن نسير على ضرب أبينا. أبونا كان يخرج الزكاة وكان ينفق في سبيل الله وكان يتصدق مما أعطاه الله على الفقراء والمساكين. فلم يسمع الإخوة كلام أخيه. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. طب ربنا استغفروا ربنا. ولكن بعد ايه احبتي في الله؟ بعد ما اصبحت الحديقه حطبا هشيما تزوره الرياح، السبب احبتي في الله هو ايه؟ هو منع الزكاه. فالزكاه احبتي في الله تكون سببا في النماء، سببا في الرخاء، سببا في البركه، سببا من اسباب حب الفقير والغني، سببا من اسباب حب اليتيم والارمله والمسكين للاغنياء. واتوهم من مال الله الذي اتاكم. احبتي في الله، قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق النار ولو بشق تمره. وقال: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وفي روايه: ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه.
اللهم اجعلنا من اهل الزكاه، اللهم اجعلنا من اهل الزكاه. اقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمه الله. إن الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الحبيب المصطفى. ما زلنا مع مكانة الزكاة. قلت لكم قصة أصحاب الجنة ثلاثة. إيه اللي حصل لأرضهم؟ فأحاشيهم أن تزوروا رياء، كانوا نايمين وناويين نية فاسدة ما يطلعوش زكاة. شوفوا اللي حصل إيه يا أحبتي في الله؟ أتدرون ماذا حدث؟ فأحاشيهم أن تزوروا رياء. والعكس بقى، لو أردت أن تتصدق وأردت أن تنفق ستجد المفاجأة، البركة والخير العظيم في مالك وفي أرضك وفي زرعك وفي ولدك، لأن الله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أحبتي، كان هناك رجل من الصالحين كان بيعمل حاجة جميلة جدا أحبتي في الله، في أمة من الأمم السابقة. أحبتي في الله، هذا الرجل سمع رجل صوتا في السحاب كما جاء في الحديث الصحيح يقول: أيتها السحابة أفرغي ماءك في أرض فلان. الرجل تعجب بصوت في السماء فتتبع هذه السحاب فوجد رجلا يحرك المياه بمسحاته شمالا ويمين، فسأله عن اسمه قال: اسمي فلان، للذي سمعه في السماء، نفس الاسم. انظروا إلى فضل من يزكي، انظروا إلى فضل من يخرج ماله في سبيل الله، انظروا إلى فضل من يخرج للفقراء والمساكين حقهم فيما أعطاه الله وآتوه من مال الله الذي آتاكم. فسأله الرجل: يا رجل، إني سمعت صوتك في السماء، ما حالك مع الله؟ قال: يا أخي، إنما تخرجه أرضي كل عام. تخيلوا كان بيعمل إيه أحبتي في الله؟ قال: أقسمه 3 أقسام، قسم لي ولأولادي وقسم لأرضي، يعني يرجعهم مرة أخرى للأرض، والقسم الآخر أخرجه للفقراء والمساكين، وهذا هو حق الله عز وجل عليه. انظروا، ما كانش محتاج لآلة ولا محتاج لمكنة ولا محتاج لصرف ولا محتاج لترعة، كان الماء ينزل إليه من السماء في المكان الذي يزرع فيه. انظروا إلى فضل الزكاة، فضل النفقة، وليس هناك أفضل أحبتي في الله من فضل النفقة في سبيل الله، من قول الله سبحانه وتعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. بس كانوا في الدنيا بيعملوا ايه؟ اسمع الآية بقى وجمال الآية: آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. كانوا يطلعوا الزكاة وبيتصدقوا مما أعطاهم الله. وقال الله تعالى: إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. وبين الله عز وجل في سورة البقرة فضل الزكاة وأن الله يضاعف الأجر أضعافا مضاعفة. أحيانا الواحد فينا أحبتي في الله زوجته تبقى عدوة له وابنه يبقى عدو له. معقول الكلام ده؟ قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. عدوا. ربنا ذكر ان الزوجه ممكن تكون عدوه للانسان، وابنك عدو اللي انت بتحبه يكون عدو في ايه؟ تفسير الايه ايه؟ قال بعض المفسرين: نزلت في اقوام
أرادوا أن يهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدخلوا في الإسلام ويؤمنوا بالله ورسوله ويجاهدوا في سبيل الله، فمنعهم أولادهم وأزواجهم فماتوا على الكفر. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نفس النظام، ممكن الإنسان فينا يكون ناوي يخرج الزكاة، زكاة المنع أو زكاة الحبوب، فيجي ابني يقول له يابا احنا محتاجين، والزوجة تقول له لا ولادنا محتاجين، فيمنع الزكاة والعياذ بالله، فيعاقب يوم القيامة عذابا شديدا. ودخل في قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وجاء في فضل الصدقة فضل الزكاة قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل تصدق بصدقة لم تعلم شماله ما أنفقته يمينه. وبين الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه لا يبقى مع الإنسان مما في قبره مال ولا أهل ولا ولد ولا حبيب ولا صديق ولا أنيس ولا جليس في ظلمة القبر، لا أب هناك ولا أخ ولا أم تؤنسني، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في العهد والوطن، وانظر إلى من جمع الدنيا وزينتها أرباح منها بغير القطن والكفن. يا نفس كفي عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. لا يبقى مع الإنسان إلا الصدقة والنفقة. الزكاة لم طلعتها بإيدي وأنا عايش، ابني مش مزكي عني، ابني مش هينفعني في القبر ولا دول. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، حريص يجمع ويحصد ويبيع. طب حق في ايه؟ ده انت حق في تطلعه ايدك عشان يشهدك ويقول ما انت ابنك مش نافعك ولا زوجتك ولا اولاد. طلع حق ربنا الاول عليك وآتوا حقه يوم حصاده. يقول ابن آدم مالي مالي، حريص على ماله، حريص على البيع والشراء والاكل والشرب. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبثت فأمليت أو اللي باقي لك أو تصدقت فأمضيت، وسوى ذلك تاركه للناس. يعني الإنسان هيترك بيته وعربيته وأرضه وزرعه ونخله وكل شيء هيتركه للورثة أحبتي في الله ينتفعون بهذا المال، وهو اللي يتحاسب على الزكاة المفروضة وسيحاسب على الصدقة التي قال الله في حقها: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وقال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. ينبغي علينا أحبتي في الله أن نقف مع أنفسنا وقفة كل سنة، كل واحد فينا يحاسب من نفسه على زكاة المال وعلى زكاة الزروع وعلى زكاة الحبوب وعلى زكاة التجارة، ويطلع حق ربنا قبل كل شيء حتى لا يعاقب يوم القيامة ولا يحاسب حسابا شديدا يوم القيامة عن هذا المال. بل قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. يعني اوعى تفكر لما انت تطلع من 1000 جنيه 25 جنيه هو قل ال1000 ده مثال بالبركه والنعمه. اوعى تفكر لما تطلع من كل 20 شوال غله او شوال رز ان ال20 يوصل شوال، بل بالعكس ده ربنا هيبارك لك في اولادك وهيبارك لك في ارضك وهيبارك لك في زرعك. انما هنمنع زكاه الغله وزكاه الحبوب هتلاقي الافات جت من الزرع والجاز غلى من ناحيه والمكنه كل سنه خربانه من ناحيه، ونيجي نحسبها اخر السنه نلاقينا خسرنا ما كسبناش لاننا لم نتاجر مع الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. الزكاة وصية الله لنبيه محمد: خذ من أموالهم صدقة
وصية الله للمسلمين وللمؤمنين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقابة والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. اللهم اجعلنا من أهل الزكاة، اللهم اجعلنا من أهل الزكاة، اللهم اجعلنا من أهل الزكاة. أقول قولي هذا